زي ما الكل توقع الى النهائي مين بقى؟ الاهلي والزمالك. زي ما قلنا اعمدة الكرة في مصر الاهلي والزمالك، بغض النظر عن حصل في الماتش ده ايه او حصل في الماتش ده ايه، لكن زي ما الكل كان متوقع. نسبة كبيرة جدا كانت متوقعة اهلي وزمالك، في نسبة كانت متوقعة فوز بيراميدز على الزمالك، لكن قدر الزمالك يفوز على بيراميدز عشان يقابل برضه الاهلي بعد فوزه على سيراميكا في نفس الدور زي السنة اللي فاتت، النادي الاهلي لما فاز على سيراميكا. لكن النهارده نجم الشباك في مباراة الاهلي طاهر محمد طاهر او طاير محمد طاير. الشوط الاول بعد الهدف الاهلي ما فيش خط نص وما جاش الماتش، لكن قدر الشوط الثاني يرجع النادي الاهلي وبمين برضه؟ بطاهر محمد طاهر، ويحرز الهدف الثاني للنادي الاهلي ويأكد فوز النادي الاهلي عشان يصعد للمباراة النهائية في مباراة التحدي، مباراة القمة، مباراة زي ما انت عايز قول يوم الخميس هيبقى ماتش من نوع خاص. الاهلي عاوز يسترد بعد هزيمته في السوبر الافريقي من الزمالك، والزمالك عاوز ياكد انتصاره على الاهلي. يا ترى مين اللي هيكسب يوم الخميس؟ هتبقى مباراه فيصليه بحضور جماهير مصريه خالصه في الامارات، الاهلي والزمالك. داري عشان لو حد بيسال على اشرف داري ما لعبش ليه النهارده، سبب طبي. هو امبارح في التمرين شعر باجهاد في الكاحل، الدكتور عمل له جلسه علاج طبيعي، لكن الدكتور النهارده اكد على مارسيل كولر ان ما يلعبش المباراه، فخروجه النهارده من المباراه كان بسبب طبي. ان شاء الله يلحق مباراه يوم الخميس ويكون متواجد في مباراه نادي الزمالك في لقاء الزمالك يوم الخميس. باستثناء كده جميع لاعبي الاهلي ان شاء الله هيكونوا جاهزين لمباراه الزمالك. كل التوفيق للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه اللي موجوده في كل مكان. شفنا النهارده قد ايه اطفال وستات ورجاله النهارده في استاد بيشجعوا النادي الاهلي من اول دقيقه لاخر دقيقه. هو ده النادي الاهلي اللي دايما بنعشاه ودايما بنتكلم عليه ودايما بنقول الاهلي ايه؟ عشق لا ينتهي. الفرق الكبيره بتعرف تتعامل في المباريات الكبيره، الفرق الكبيره بتعرف تكمل وتوصل للنهائيات. عشان كده دايما الاهلي الرهان عليه، عمرك ما تراهن على الاهلي وتخسر ابدا. اللهم طبعا الا بتبقى بعض الماتشات وبعض الظروف، ودي دايما يعني بتحصل في اي فريق في العالم. برشلونه بيتغلب، الريال بيتغلب، بايرن ميونخ بيتغلب، مانشستر، اي فرقه وارد انها تتغلب. لكن النادي الاهلي عود جماهيره على الفوز دايما، وهو عشان كده لما بيحصل دروب حتى لو فوز للنادي الاهلي وكان الماتش مش قد كده، بتلاقي جماهير الاهلي زعلانه. جماهير الاهلي اتعودت على اداء ونتيجه، عشان كده بنتمنى الفوز للنادي الاهلي بالسوبر ده ويصالح جماهيره الكبيره اللي كانت وراه النهارده في الاستاد في الامارات. مبروك للنادي الاهلي وصوله للمباراه النهائيه. جاي لك يا غريمي يوم الخميس.